أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الجزائري أحمد القندوسي المحترف في صفوف فريق سيراميكا كليوباترا إصابته بكسر في الساق. وقد جاءت الإصابة خلال مواجهة الفريق ضد نادي فاركو ضمن المجموعة الثانية من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز، مما استدعى إلى نقله إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية. وخلال المباراة التي جمعت سيراميكا كليوباترا ونادي فاركو، تعرض أحمد القندوسي لإصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب من استاد الماكس بالإسكندرية. وفي المستشفى خضع اللاعب للفحص الطبي اللازم باستخدام الأشعة لتشخيص مدى خطورة الإصابة، وتبين أن اللاعب يعاني من كسر في الساق، مما يتطلب متابعة طبية دقيقة لضمان عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن. وأبدت أسرة نادي سيراميكا كليوباترا من جهاز فني وإداري ولاعبين دعم كبير للاعب أحمد القندوسي، حيث حرص معتز البطاوي المشرف العام على الفريق برفقة الكابتن علي ماهر ومعه الجهاز الفني على التواجد بجانب اللاعب داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية. كما لعب الفريق الطبي دورا مهما في رفع الروح المعنوية للاعب. ولم يقتصر الدعم النفسي والمعنوي للاعب أحمد القندوسي على فريقه فقط، بل امتد ليشمل فريق الخصم، حيث حرص جون إدوارد عضو مجلس إدارة نادي فاركو والمشرف العام على الكرة على الحضور إلى المستشفى برفقة الجهازين الفني واللاعبين لتقديم الدعم والتضامن مع اللاعب المصاب لخطورة إصابته. وتبين أن اللاعب سيستمر من 6 إلى 9 أشهر خارج الملاعب بسبب العملية التي سيجريها لالتئام الكسر بالساق.